السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في قناة أنس. نهار جديد، اقتراحات جداد. اليوم بغيت ندير لكم يعني عدة اقتراحات، ولكن الفيديو جا طويل ونقصت منه. يعني راح نحط لكم غير وصفة واحدة ولا اقتراح واحد ولا سويت، يعني في اليامات الجاية لا كتب الله يعني نبارطاجي معكم التتمة تاع لا فيديو. ماشي مشكل، يعني الله غالب جا الفيديو طويل بزاف كما راكم تشوفوا. يعني كنت راح نبارطاجي معكم هذا الخبز اللي درتو والبريوات هذوك اللي درتهم كيف لي سيغار، ولكن الفيديو جا طويل بزاف. الوغ اليوم واش راح نوجدو يعني وصفه تاع لي كويس اللي راكم تشوفوا فيهم، لي كويس فارسي ولا يعني رجلين تاع الدجاج معمرين. فوالا. الاولى يعني نفوتو نديزوسيو الكويس تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، نسيو نحيدوا له العظم. يعني علاش جا طويل؟ باسكو حاولت ما نقطعش لا فيديو، يعني باش تكون اللي ما تعرفش يعني تحيد له العظم. يعني كل واحد لا ميثود ديالو، ولكن انا هذه بالنسبه لي هذه اسهل طريقه. كما راكم تشوفوا نروحوا لتحت في هذه المنطقه، نحاولوا يعني هذوك العصاب نقطعوهم كما راكم تشوفوا. هادو العصب البيوضه هادو هما نقطعوهم يعني باش ينفصل هذاك الجلد واللحمه على العظم. فوالا كما راكم تشوفوا. نحاولوا الكويس ديالنا الجلده ديالو نخلوها به يعني باش تجينا سهله، ومن بعد انفوا نعمروهم ونخيطوهم يعني تجيكم سهله. انا عندي كويس الجلده ديالو كانت باقيه ولا دوزيام تقطعت لي، ولكن معليش يعني مالغريتو حاولت يعني يعني نخيطها عادي. نرجعوا للجهه الاخرى ونحاولوا يعني نحيو العظم كما راكم تشوفوا شغل انا نسلخو. من الافضل يكون عندكم سكين يكون حاد، يعني يكون قاطع باش تقدروا تخدموا وتجيكم الخدمه سهله. انا الموس ديالي شويه يعني قاطع، ولكن يحب موس يعني قاطع عليه. فوالا باش تجيكم الخدمه سهله وتردوا البال ان فوا تكونوا تخدموا. وهذا العمليه تحب شويه تاع لا باسيونس، لخاطر خصكم تروحوا غير بالعقل باش نحيو يعني العظام ونحافظوا على اللحمه والجلده الفوقانيه. يعني تحاولي تحافظي على الشكل تاع الكويس، تنحيلو العظمه ديالو ولكن يبقى محافظ على شكله باش ان فوا يتعمر يبقى شاد لا فورم ديال الكويس، يعني ما يتقطعش وما يفسدش. بهذه الطريقه يعني نخلي لكم الصور راهو كل شيء راهو باين حتى وين نكملوا الكويس. يعني انا كانوا عندي زوج الكويس، ولكن سبحان الله يعني تجي فيهم بركه ان فوا تعمريهم وكامل يعني راح يكفوا عائله. بهذه الطريقه اللي هنا شوفوا في هذه المنطقه هذه العظمه نحاولوا يعني نديروا شق بهذا الشكل ونبداو نقيو هذاك العظم يعني من اللحمه ديالو بهذه الطريقه حتى وين نفصلوا كامل هذاك اللحم من عظمه. ومن بعد نقسموا هذا المورسو الاول تاع العظم نزيدوا نحوه يعني الطرف الثاني نحيوه، ويبقى العظمه التحتانيه هذيك اللي فصلنا منها هذوك العصاب الاخيره هذيك تاني بنفس الطريقه تاني نحاولوا ندخلوا الموس. دوك نلحقوا لهذيك المرحله ندخلوا الموس ونسيو نفصلوا اللحمه على العظمه بلا ما نخسروا الكويس ديالنا، ومن بعد نجبدوها يعني فاسيلمون تتنحى.
كيما راكم تشوفوا لهنا خياتي، يعني بعد هذاك الصراع الطويل كملنا ديزوسينا الكويس ديالنا، وهاوليك الشكل ديالو. كما قلت لكم شوفوا لهنا هدايا باسكو كنت مشوطات وعلى بها تقطعت لي هذاك الجلده من الفوق، ولكن ماشي مشكل، يعني باقيه الجلده فيها، ومن بعد نخدموها عادي. ندوزو للتتبيله اللي راح نديروها. كما راكم تشوفوا لهنا عندي واحد 3 سنينات تاع الثوم، عندي لا موطارد شويه، عندي الكركم، سكنجبير، الملح، فلفل الكحل، وعصره تاع القارص. فوالا نخلطوا هذه المكونات مع الملح بطبيعه الحال، نخلطوا هذه المكونات ونتبلوا بها لي كويس ديالنا، ونحطوهم يعني تنقعوا فيه باش لي كويس يجيكم بنان. ما نقووش لي زيبيس في لي كويس يعني هكا في هذه المرحله، يعني باش ما يجيكم يعني ما يجيش هذاك الطعم قوي فيهم. نديروا يعني غير يعني 4 ملعقه صغيره. فوالا نحاولوا ندخلوا يعني هذوك لي زيبيس اللي درناهم في لي كويس. انا بديت بالمغرفه ولكن لقيتها ما خرجتش عليا، وحكمتهم بيدي، يعني دخلت كامل هذيك لافارس كامل فيهم مليح مليح، ونغطيهم ونحطهم يعني حتى نوجدوا لافارس اللي راح نديروها لداخل، اللي هي حشوه سهله وخفيفه. عندنا في مقله نحطو ملعقه تاع الزيت، نحطو بصيله هكايا مقطعه فريمون رقيق، شويه فلفل الكحل، عندي كميه من الفيونداشي، كميه يعني قليله ماشي بزاف، باسكو راح نعاونوها بشويه تاع الروز، ويعني تجيكم زاكيه. ميم كان عندكم شويه تاع لا فيونداشي راح يعني تجيكم نورمال، ماشي لازم كميه كبيره. انا كما راكم تشوفوا هذه الكميه اللي درتها ماشي غير لافارس تاع لي كويس، يعني خدمت بها زوج حوايج. طيبتها كما راكم تشوفوا عادي، ملح فلفل كحل، وشنو تانيت، فوالا هذا ما كانوا الزيت، وطيبتهم يعني حتى وين طابوا بهذا الشكل. في هذه الاثناء انا قسمت، نحيت يعني النصيب اللي راح نعمر به لي كويس، ونصيب خليته باش نعمر به، يعني كملت لافارس تاع البريوات ولا البوراك ديالنا. صافي نحيت هكايا نصيب كما راكم تشوفوا. هذا اللي راح ندير به لافارس تاع لي كويس، وهذا اللي في المقله نكملو يعني نخدمو باش ندير به واسمو البريوات ديالنا. يعني الوصفه هذه لاغوسيت تاع البريوات هذوما ولا البوراك، يعني وصفه الجزائريه القديمه كامل تاع البريوات اللي يجوا بلا فيونداشي. المهم لهنا خياتي نحيو هذاك الفيونداشي اللي خدمناه باش نديرو الحشوه والبريوات في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم لهنا خياتي شوفوا الحشوه ديالنا، ضفت لها شويه تاع المعدنو وشويه تاع الزيتون، ولهنا عندي تقريبا واحد 2 مغارف تاع الروز، ماشي معمرين بزاف الروز، ما تكتروش بزاف يعني باش ما يغلبش على الحشوه ديالكم، يعني غير جوست نزكيو بها. انا الروز هذا كنت مطيباته يعني نهار من قبل، وانتم تقدروا يعني ملعقه تاع روز شويه ملح يعني في الماء وطيبوها عادي. هذا ما كان تحتاج واحد الملعقه تاع الروز ديروها طيب فقط، تعطيكم واحد 2 مغارف. فوالا انا هذا كان عندي واجد. المهم نخلطوا هذه المكونات مع بعض. نحتاجوا خيط الخاص يعني بالطبخ، درت له تركيبه درته في البرا. ونحتاجوا الجبن، انا مقطعته هكا، عندي جبن هذايا مقطعته شرائط كما شفتوني، تقدروا ديروا جبن بورسيون عادي. ونحكموا الكويس ديالنا ونبداو نعمروا فيه. العمليه حتجيكم شويه صعيبه باسكو فيه لا فارس وفيه التتبيله هذيك يعني يتزالق وحده، ولكن يعني ساعفوه وعمروه يعني مليح. الجبن انا في الاول قريب نسيت الجبن، وعاودت فتحته يعني وعاودت درت الجبن، غوزمو كنت مازال ما خيطوش. المهم يعني حاولوا ديروا الجبن في الوسط، نسيو نغطيوه بهذيك الحشوه باش ما يخرج لكمش من الداخل، فوا مع السخانه ويذوبوا كامل ما يخرج لكمش من داخل الكويس. نحاولوا نعمروه يعني مقدار اللازم، يعني قيس ما يهز هذا مكان، ونحطوه تكوتي يعني نعمروا الكويس ديالنا، ومن بعد نرجعوا باش نخيطوهم، يعني غير بالعقل نخيطوهم. العمليه حتكون سهله ماهيش صعيبه في الخياطه. ولا تقدروا لكان عندكم الكويس يعني شد روحو مليح، تقدروا يعني تلويو الخيط كيما درنا في الطريقه تاع الدجاجه فاخسي هذيك اللي روليناها. فوالا لهنا نشوفوا الجبن نسيتو، درك راني رجعت فتحتها وعاودت راني ندخل فيه لداخل، ونحاولوا يعني نسدوا عليه ونبداو نخيطوا فيه.
دوك انا نغسل يدي ونرجع باش نخيطوه كيف كيف. فوالا انا راح نخيطو كيما نخيطو العصبان بهذا الشكل. يعني تجيني الخدمه سهله، ما احسن من اللي نقعد نلوي فيه. نخيطو كامل الكويس ونزيد نخيطو من تحت باش ما تخرجليش الحشوه وما يخرج يعني والو منه. فوا نحطوه يعني باش يطيب. فوالا لهنا خياتي، بعد ما خيطنا ليكويس ديالنا شوفوا الشكل ديالهم، يعني يقعدوا يشبهوا ليكويس فوالا بحال العصبان. المهم داخل القدره ولا كوكوط، انا راح ندير في الكوكوط يعني باش ما ندير لهاش الماء بزاف، ولا نحطوا تقريبا 2 مغارف تاع الزيت وملعقه تاع الزبده ولا المارغرين اللي عندكم. نحاولوا نذوبوا هذيك الزبده ولا المارغرين ديالنا، ونحكموا هذوك لي كويس نحمروهم تحميره تاع لي كويس قبل ما يطيبوا. يعني حاجه مهمه باسكو اون فوا يطيبوا ما راحش يتحمروا لكم. يعني من الاول حمروهم مليح، حطوهم تحميره شابه باش من بعد يعني يبقاو محمرين. اون فوا يطيبوا يعني يبقاو لكم ملاح. نستناو الزبده تذوب شويه ونحطوا لي كويس ديالنا يتحمروا. فوالا لهنا بعد ما ذابت الزبده ديالنا نحطوا لي كويس هادوك، يعني نستناوهم حتى يتحمروا من الجهه باش نقلبوهم. يعني ما تخافوا ما يتحلوا ما يوقع لهم والو، يعني نورمال راهم مخيطين ومشدودين مليح. دوك تشوفوا لهنا راني قلبتهم، يعني نحمروهم تحميره فريمون شابه باش يخرجوا لكم يعني ملاح في الاخير. من جهه اخرى نحكموا بصله. فوالا شوفوا هنا الشكل ديالهم بعد ما تحمروا. نحكموا بصله نرحيوها، درتها في لاشواغ هاديه رحيه يعني هكايا بهذا الشكل. وعندي 2 سنينات تاع الثوم راني درتهم معاهم ونحطوهم لداخل. نحطوا لي زيبيس يعني اللي درناهم في التتبيله، يعني نفس لي زيبيس. نحتاجو شويه كركم، سكنجبير، فلفل الكحل والملح. هذا ما كان، غير ما نقويوش لي زيبيس بزاف، هذا ما كان. و فوالا نسيو يعني هاد البصل وهاد لي زيبيس وهداك الشيء نقصولو نخلوه يعني يتقلاو مليح يتقلاو. كنحطوا لكم لي زيبيس يعني نديرو شويه كميه قليله. قلت لكم اين فوا يتقلاو كامل نرجعو ندير لهم تقريبا واحد نص كاس تاع الماء. نص كاس تاع الماء يعني
كاس اللي يرفد 240 مليلتر، هذاك واحد تقريبا واحد النص كاس. هذا ما كان انا هذاك الريسيبيون اللي كنت درت فيه يعني الخلطه الاولى اللي درنا فيها تتبيله تاع الدجاج تاع لي كويس هذوك اللي تبلنا بهم، هي اللي شللته يعني هذاك الماعون درت له شويه تاع الماء شللته ورجحته يعني في مرقت به القدره ديالي ولا الكوكوطه ديالي. قلوا القدره في الاول تتقلى. هاوليك الماء اللي راني قلت لكم، يعني حلت هذاك الماعون ديالي باش ما نضيعو والو. لا انا شوفوا خياتي بعد ما تقلات مليح يعني وتلق الماء ديالها. لهنا ضفت هذاك الماء اللي وريته لكم في الاول، نغلق عليها ونقص عليها حتى وين تطيب. ومن بعد كي طيب يعني تقريبا طايبه كامل، نرمي لها حبات تاع الزيتون كما راكم تشوفوا ونخليها يعني الزيت تتجمر. هذاك الوقت نوريها لكم لهنا كما راكم تشوفوا في طبق التقديم. فوالا هاي لك لي كويس ديالنا فاخسي. انا درت معاهم ديك كارت هكا تاع البطاطا، والبريوات ديالنا هم ليك اللي ما وريتهم لكمش يعني ما كملت. والخبز ديالنا كيف كيف اللي درت الوصفه وما حطيتوش، ولكن نوعدكم الفيديو الجاي راح نحطه لكم. يخرج يعني واحد الخبيز ما شاء الله ونديري بريوش. فوالا هذه هي الوصفه ديالنا تاع نهار اليوم. يعني خرجوا ما شاء الله فريمون، خرجوا بنان. نتوما تقدروا ترافقوا يعني بالشي اللي تحبوه. لهنا خياتي نقول لكم صحه فطوركم وتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.